يبارك فيك. طيب أخونا أحمد من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله شيخنا. أحبكم الذي أحببتمونا فيه، بارك الله فيكم. شيخنا ممكن كلمة صريحة موجهة للسلفيين لمن ما زال مترددا في شأن قناة البصيرة السلفية؟ نعم ممكن طبعا. والله هو المجيء هنا كان لهذا السبب أصلا. نعم شيخ. المجيء هنا كان لهذا السبب والله الحمد لله. تفضل. هو يريد كلمة لمن ترى. اتفضل وجه كلمة لمن تريد. ده يريد أنا أوجه كلمة. يعني الشيخ هو اللي يوجه كلمة. أي نعم. أنت تريد أن تقول كلمة. نعم تفضل. نعم. لا شيخنا، أنتم من تقولون كلمة. نحن نوعي يا شيخ، نصحنا إخواننا ولكن ما زال هناك من التردد. نرجو من فضيلتكم لأن عندكم وزن عند إخواننا هو السلفيين هنا بالجزائر. نرجو أن توجهوا كلمة صريحة لمن ما زال مترددا في شأن هذه القناة شيخنا وفي شأن الدكتور رضوان ومن معه. يا أخ أحمد، احنا بنذيع لقطات وبعض الفيديوهات للدكتور فركوس، الشيخ فركوس. ما هم أنا لسه كنت هقول الشيخ فركوس من السلفيين البارزين في الجزائر. أنت سبقتني قبل أن أوجه كلمة هنا، أنا أوجه كلمة هناك. نعم. فطلبة العلم في الجزائر طيبون ونحسبهم على خير، وأنا لقيتهم في العمرة وبيتصلوا بي كثيرا جدا. أرجو أن يلزموا غرز الشيخ فركوس والشيخ الأزهر سنيقرة، وهم هناك ميزة المشايخ السلفيين في الجزائر هم يد واحدة حقيقة يعني. فصلى الله يبارك في جهده. نعم، عز الدين رمضاني وهم كلهم على خير. احنا نتمنى ان هم يشرفونا ويقابلونا هنا. نعم. فاحنا حتى ارسلنا السلام كثيرا للشيخ فركوس والشيخ الازهر سنيقرة والشيخ عز الدين، وربنا يحفظهم جميعا ويصلح لنا ولهم الاحوال. نعم. اما هنا فيعني المشايخ هنا يعني يتأنون وينظرون ويستبصرون، والشيخ الرضواني وجميع المشايخ ليسوا معصومين، وإن كان في بعض الاختلافات البسيطة التي يمكن تداركها في إطار المنهج السلفي. إنما الكل الحمد لله على منهج سليم بإذن الله تعالى. يعني شوف أنت تعرف أنا لم ألتقي الشيخ الأسلام بقالي مثلا سنتين وشوي، لكن القلب واحد والمنهج واحد والعمل واحد. وما يقال هنا يقال هناك. لا، هي مشكاة واحدة. لا يجي واحد يبقى ملازم لي في الإسكندرية ثم يقول لي أنا الآن ذاهب عند الشيخ الإسلام. تفضل، هي مشكاة واحدة. ينتقل من بستان إلى بستان أكبر، ما في إشكال. صحيح. وكذلك سينتقل إلى الشيخ رضواني، إلى الشيخ عادل السيد، إلى الشيخ إلى أي. ليس مهما من يرفع الراية، إنما المهم أن ترفع